الزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صفية بنت عبد المطلب، وأحد ال10 المبشرين بالجنة، وأحد ال6 أهل الشورى، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله. وسوف نتحدث عن تفاصيل حياته في الحركة. هو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد، ولد سنة 28 قبل الهجرة. قتل أبوه في حرب الفجار، فنشأ يتيم الأب، وكانت أمه تعامله بشدة، تضربه منذ طفولته بهدف أن يكون له شأن عظيم. وقد أسلم بمكة على يد الصديق بعد أن قابله رسول الله، وكان حمزة وقتها 15 سنة، واختلف العلماء في سنه، وعذبه قومه لإسلامه، فقد كان عمه نوفل يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار ليرجع للكفر، فيقول لا أكفر أبدا. وكانت أمه توكبه بأبا الطاهر. ويقال أن في يوم صارت شائعة أن النبي قتل، فخرج الزبير وبيده سيفه حتى أتى النبي، فقال ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال أتيت أضرب بسيفي من آذاك، فدعا النبي له ولسيفه. لذلك يقال الزبير أول من سل سيفا في الإسلام. ولما اشتد الأذى على الزبير والمسلمين مكة، أذن لهم النبي بالهجرة للحبشة، وقال لهم بها ملك لا يظلم عنده أحد. فخرج الزبير مهاجرا للحبشة. ومن مواقف الزبير في الحبشة أنه عندما خرج رجل ينازع النجاشي ملك الحبشة، أرسل المسلمون الزبير ليحضر الواقعة ويعلم على من تكون. وبالفعل انتصر في النهاية النجاشي. ثم رجع الزبير لمكة بعد ذلك، وهاجر إلى يثرب، وتزوج في مكة من أسماء بنت أبي بكر، ثم حملت وولدت عبد الله، واستبشر المسلمون مولده، ثم حملته أسماء للنبي، فبارك عليه النبي وسماه عبد الله. ومن ألقاب الزبير حواري الرسول، لما قال عنه النبي لكل نبي حواري في الجنة، وحواري في الجنة الزبير. وقد شهد الزبير جميع الغزوات مع النبي محمد. وفي غزوة بدر كان في مقدمة الصفوف، وفي أحد أيضا، وكان حاملا إحدى رايات المجاهدين الثلاثة في فتح مكة، وشارك في فتح مصر، وكان من حراس المدينة في أثناء حروب الردة، وشهد غزوة خيبر وغزوة الخندق، وكان له دور بارز في فتح حصن بابليون، وشارك في غزوة اليرموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر شجاعة فائقة، وكان من 6 أصحاب الشورى بعد وفاة عمر بن الخطاب. فاجتمعوا ال6 بعد وفاة عمر، ثم بايعوا عثمان بن عفان للخلافة بعد عمر. ولكن بعد مقتل عثمان ندم الزبير وأصحابه على عدم مساعدته، وقرروا أخذ ثأر عثمان. وعندما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة، طلب الزبير وطلحة منه تعجيل إقامة القصاص من قتلة عثمان، فاقترحوا أن يخرجوا للبصرة والكوفة ليدعوا الناس للأخذ بالثأر، ثم خرجوا لمكة ودعوا الناس للأخذ بالثأر. ولكن تم قتل الزبير على يد عمرو بن جرموز في موقعة الجمل، وكانت عام 36 من الهجرة، وكان سنه وقتها 64 سنة. وبذلك تكون انتهت قصة بطلنا اليوم، وإلى اللقاء مع شخصية جديدة وبطل جديد وصحابي جديد قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.